حبايبي، قبل ما يبدأ الفيلم تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص لفيلم مليان بالأكشن والإثارة. تعالوا نشوف راج هيفضل يخدم السياسي لحد إمتى، وتفتكروا هيفضل ينفذ كل أوامره ولا هيحتاج بعد كده على كل الخطأ اللي بيعمله بسببه؟ طب لو عاوزين تعرفوا أنا بقصد أقول إيه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر ويلا بينا. يبدأ فيلمنا برجالة غنيش وهما بيهجموا على الراجل بتاع الوزير مدهاف، وبيسرقوا منه اللابتوب والملفات اللي عليها تفاصيل المشروع الجديد بتاع مدهاف. وبيروح الراجل لمدهاف في المزرعه وبيقول له، فبيقول مدهاف لساتيا اتصل على غنيش وقول له يرجعهم بسرعه. فبيكلم ساتيا غنيش وبيقول له الوزير بيقول لك رجع الملفات. فبيقول له غنيش طب انا مش هرجع حاجه غير لما اخد حصتي الاول، وبيقفل السكه في وشه. فبيشرب الوزير اللبن اللي معاه وبيقول لرجالته هاتولي راج الحارس الشخصي بتاعي، هو ده بقى اللي هيقدر يرجعهم غصب عنه. وبيظهر راج وبيكون على الموتوسيكل بتاعه وبيكون خلص على غنيش، وبيروح يرميه لرجالته وبيقول لهم فين الملفات والا مصيركم هيكون اسوأ من مصيره. فبيهجم ده على راج، فبيضربوا راج بالبوكس يخلص عليه، وبيرزع ده في الارض وبيضرب الاتنين دول بالحديده وبيخلص على ده وده كمان، وبيدفن راس ده في التراب وبيطير ده على الكهرباء وده على الازاز، وبيكسر الطوبه دي في وش ده وبيدي لده بالبوكس، لكن بيكون بوكس قوي جدا. فبيقول له الملفات في الاوضه جوه. فبيطيروا راج على برميل البلاك وبيفجروا، وبيروح ياخد الملفات وبيخرج راج الدراع اليمين للوزير، واي حاجه مش بيقدر الوزير يحصل عليها بيكلف راج ده على طول عشان يخلصها له. وراج ده بينفذ في الحال وبيقتل له اي حد يقف في طريقه. راج ده بالنسبه له المنقذ اللي بينفذ كل حاجه ومحدش بيقدر على راج ده ابدا. وبيترقى الوزير وبيكون رئيس الوزراء، وبيشكر مهداف راج على شجاعته وبيقول له خد الفلوس اللي انت عاوزها واستمتع بحياتك زي ما انت عاوز. وبيتصل منه على الشرطي ده وبيقول له اديني سياد. فبيدي الشرطي لسياد الموبايل وبيكون في الزنزانه، ومش بيدي سياد فرصه لمانو ان هو يتكلم، وبيقول له زي ما الملفات اتاخدت منكم روحوا رجعوها وما تتصلوش عليا تاني غير والملفات في ايديكم. وبيرزع التليفون يكسره. وبتظهر ناندي وهي بتدعي قدام التمثال ده بانها تلاقي كتاب معين هي عايزاه، وبتدور ناندي في كل مكان في المدينه ومش بتلاقيه، والكل بيقول لها ان الكتاب ده نسخه نادره جدا ومن الصعب انك تلاقيه. وبيظهر راش في الكليه ومعاه الكتاب في ايده وبيلفه على صباعه كده، فبتشوفه ناندي وبتفرح جدا، لكن في الوقت نفسه بتخاف تطلبه منه لانها عارفه ان هو بيحبها. وبترجع على البيت وبتقول لنفسها من اكيد لو طلبت منه الكتاب هيطلب مني المقابل، لانه باين من تصرفاته جدا ان هو معجب بيا. وبتقول خلاص انا هطلبه منه، ولو قال لي انا بحبك هقول له انا مش بتاعت الكلام ده. وبيقول المفوض للمفتش ده ان جريمه قتل غنيش حصلت في منطقتك وانت ما قدرتش توصل لاي حاجه في التحقيق، واللي سلموا نفسهم مش هم الجناه، وعلشان كده انا عينت المفتش سوريا عشان يحقق في القضيه دي بدالك. وبيكون المفتش سوريا قوي جدا وحازم ومفيش اي حاجه بتعدي من تحت ايده ابدا، وبيدي تعليمات للشرطيين انهم يجيبوا له كل المعلومات اللي تخص مجرمين المنطقه والا مش هيحصل لهم كويس ابدا. وبتروح ناندي على الجامعه وبتشوف راج وهو ماشي بالكتاب مره تانية، فبتجري وراه وبتنادي عليه وبتدخل حمام الرجاله من غير ما تاخد بالها وبترجع لورا تاني. فبتزعق معاها الدكتور دي على وقفتها وبيخرج راج. فبتقول له نانديني ممكن تديني الكتاب ده اقراه مره واحده بس لاني لفيت المدينه كلها وما لقيتوش خالص. فبيديهولها راج ومن غير ما ينطق بولا كلمه وبيمشي، ونانديني بتفرح جدا وبتبوس الكتاب وبتمشي. وبيعمل راج رهان على فريق الهند في لعبه الكراكت، فبيكسب فريق الهند وبيجمع راج عملات كتيره جدا، وبيكون بابه متضايق لانه خسر. وبيروح لراج وبيقول له رجع لي جزء من العملات بتاعتي، فبيرفض. فبيقول سيفتي الراج ده صديق طفولتك وانت كسبت كتير اديله جزء صغير بقى. فبيقول له راج اسكت انت، انا عارف انا بعمل ايه كويس قوي. وبيتصل ساتشي على راج وبيقول له مدهاف عايزك في امر مستعجل جدا. فبياخد راج سيفتي وراه على الموتوسيكل وبيروح بسرعه على مدهاف، وبيستنى سيفتي بره. وبيدخل راج وبيلاقيه قاعد مع الكاهن، وبيستنى لما الكاهن يخلص وبيقول لراج ان هيتم تغيير رئيس الوزراء، وعشان اقدر اكسب وافضل في منصبي ده الكاهن قال لي اني لازم اشوف جثه خنثى، وانا عارف ان الموضوع ده صعب جدا عليك. فبيقول له راج انا مفيش اي حاجه صعبه عليا وهنفذ لك اللي انت عايزه. وبيمشي وبيحكي الراجل لسيفتي على اللي حصل. فبيقول له سيفتي قال له انت المفروض ما كنتش وافقت لان لو حصلت اي حاجه احنا كده هنتورط. فبيقول له راج احنا عملنا اللي اخطر من كده، هتيجي يعني على دي؟ وبيروح راج على منطقه المخنثين وبيعرف انهم بيجيبوا الفلوس بالتصفيق وبتكون حياتهم عاديه جدا وبيتجوزوا وبيموتوا زينا بالظبط، لكن بيكون عندهم سوء حظ في حياتهم. وبيقول راج لسيفتي احنا هننفذ المهمه دي مهما يحصل. وبتروح نانديني على الجامعه وبتشوف راج وهو ماشي وراها، فبتجري تستخبى وبتقول لنفسها اكيد ماشي ورايا عشان عاوز يقول لي بحب. وبتروح تواجهه وبتقول انت عاوز ايه؟ فبيقول لها ابدا انا ماشي وراكي عشان اقول لك ان السوسته مفتوحه وما يصحش كده. وبيمشي وبيسيبها. فبتتكسف جدا نانديني وبتقول لنفسها اكيد دي حجه، لكن انا هفضل عند موقفي ولو قال لي انا بحبك هقول انا مش بتاعه الكلام ده. وبيراقب راج وسيفتي واحده خنثى وبيشوفها وهي بتسرق عقد جواز من واحده وبترقص معاها وبيمشي وراها. وبيروح سيفتي يقول حاجه للخنثى فبتضربه بعنف
فبيرجع سيفتي لراج وبيقول له ايديها جامده قوي يا رب تتشل. فبيقول له راج خليك انت هنا وانا اللي هروح لها. وبيروح راج وبيتكلم مع الخنثى وبتوافق انها تساعده، لكن بتقول له ان في مشكله وهي الام ديفي، لان لو اي حد لمس اي حد من جماعتنا هي مش بترحمه ابدا. وبتظهر الام ديفي وبتكون بتسحق واحد عشان اهان جماعتهم. وبيشوف المفتش سوريا اللي سلموا نفسهم في قضيه قتل غنيش وبيعرف ان مش هما الجناه، فبيكسر سوريا لده رجله علشان يقول الحقيقه. فبيقول له انا كنت محتاج 500,000 عشان اجوز بنتي، وساتي قال لي لو اعترفت على نفسك ان انت اللي قتلت غنيش انا هديهم لك، فعشان كده اعترفت على نفسي عشان اقدر اجوز بنتي. وبيروحوا رجاله غنيش عشان يقابلوا مدهاف، فبيقول لهم الحارس بامر من مدهاف طبعا ان هو سافر دلهي وبيطردهم. وبيروح راج هو وسيفتي للمخنثه، فبتقول لهم ان مدهور ماتت وكان حصل خناقه كبيره جدا بينها وبين الام ديفي، وديفي مش هتحضر دفنتها، وانا اتصلت عليكم عشان جثتها هتدفن النهارده الساعه 1 بالليل. وبتوريهم المكان اللي هيدفنوا فيه، وبيروحوا يشتروا حبل وبيجيب راس صاحبه بابه وبيديله مسدس وبيقول له اول ما المنبه بتاع موبايلك يرن اضرب في الهواء. وبيكفنوا المخنثين الجثه وبيخرجوا بيها، وبيمشي راج واصحابه وراهم. وبتكون المفاجاه ان ديفي بتحضر الجنازه، وطبعا المخنثه اول ما بتشوفها بتخاف وبتبص لسيفتي علشان ما ينفذوش الخطه، لكن هو مش بيفهم وبيفرقع راج صاروخ علشان يبعد المخنثين عن الجثه، وبيروح عشان يسرق الجثه. فبتهجم ديفي عليه وبيكون معاها العصايه المولعه دي وبتضربه واحده على راسه وواحده على ظهره وبتكتفه هو وسيفتي، وبتمسك المخنثه اللي ساعدهم وبتقول لهم شوفوا بقى احنا لا ستات ولا رجاله ومش عارفين نعيش حياه طبيعيه زيكم، انتوا عاوزين مننا ايه تاني؟ وبتكسر الفخاره دي على راس سيفتي وبتقول لهم انا هموتكم عشان امثالكم يتعلموا الدرس. وطبعا بيخافوا جدا، وفجاه بيرن منبه الموبايل بتاع بابه، وبابه بيضرب نار في الهواء وبيروح لاصحابه. فبيقول المخنث ده لديفي سيبيهم يمشوا احنا مش هنستفيد حاجه من قتلهم، فبتسيبهم وبيمشي راج وهو غضبان جدا لان دي اول مهمه يفشل فيها. وبيفتكر كلام مدهاف لما قال له ان الموضوع صعب جدا. وبيروحوا رجاله غنيش لساتيا وبيقول له احنا عاوزين نقابل مدهاف. فبيقول لهم ساتيا بس مدهاف مشغول علشان عاوز يلاقي جثه مخنث تقدروا تجيبوها له. وبيتنكر الشرطي سوريا وبيمشي ورا ساتيا، فبيشوفه داخل عند مدهاف وبيشوف راج وهو داخل وراه. وبتستنى نانجيني راج في الجامعه عشان ترجع له الكتاب، وبيكون عندها امل ان هو يقول لها ان هو بيحبها، بس المره دي بيجي راج وبتديله نانجيني الكتاب وبتقول له مش عاوز تقولي حاجه. فبيقول لها من الواضح كده ان انت اللي عاوزه تقولي حاجه، عشان كده كنت مستنيه اليوم اللي هترجعي لي فيه الكتاب بفارغ الصبر. على العموم شكرا يا ستي. فبتفرح نانجيني جدا وبتقول ياه كلامه دليل على انه بيحبني لانه عارف اللي جوايا. وبتتخيل انهم بيغنوا وبيرقصوا مع بعض وانهم عايشين قصه حب جميله جدا سوا. وبيمشي سوريا ورا ساتيا مره تانية وبيشوفه وهو بيضرب ست عجوزه علشان بتتوسل له انها تاخد منه فلوس، فمش بيقدر سوريا يمسك نفسه وبيروح يضرب ساتيا وبيقبض عليه وبيربطه في الزنزانه دي وبيعذب فيه. وبيقول له ساتيا ان مدهاف هو المجرم الحقيقي. فبيتصل سوريا على مدهاف وبيقول له احنا قبضنا على واحد اسمه ساتيا تعرفه؟ فبيقول له مدهاف انا ما اعرفش حد بالاسم ده، وفي ناس كتير جدا الايام دي بيستخدموا اسمي. وبيقفل. وبيكون مدهاف قلقان جدا من ناحيه ساتيا، وبيقول مدهاف لراج ما فضلش غير يوم واحد بس على اختيار رئيس الوزراء، وان لازم اشوف جثه المخنث باي ثمن، ولو ده ما حصلش ما تورينيش وشك تاني. فبيقول له راج وعد مني هنفذ لك طلبك. وبيتجمع راج مع اصحابه والمخنث اللي ساعده وبيقول لهم انا قررت ان انا اقتل الام ديفي نفسها واجيب جثتها لمدهاف. وبيهجم راج على الام ديفي في نص الليل وبيخنقها، وديفي بتحاول انها تقاوم معاه علشان تفك نفسها لكن برضه ما بتقدرش وبتفقد الوعي. وبيشوف الولد الصغير ده راج وهو بيتصل على مانو وبيبلغه، وبياخد راج جثه المخنثه وبيروح عند اصحابه. فبيتصل رامع على راج وبيقول له مدهاف قلقان. فبيقول له راج طمنه وعرفه ان انا جاي ومعايا الجثه. وبياخد راج الجثه وبيعدي من النفق، فبيهجم مانو واصحابه عليه وبيضربوه وبياخدوا الجثه منه وبيجروا. فبيجري راج وراهم وبيخبط ده يخلص عليه وبيجري ورا الباقيين، واللي بيحصلوا بيضربوا وبيكسروا وبيتلموا كلهم على راج وبيضربوا في بعض. وبيكون مدهاف في طريقه للمطار وقلقان جدا ان راج ما يلحقهوش، وبيبص راج في الكيس بتاع الجثه وبيلاقيه فاضي. والمفاجاه بقى ان ديفي بتكون عايشه، والكل بيتصدم لما بيشوفوها وبيخافوا منها. وبتقول ديفي الراج من النهارده هتصيبك لعنه الخنثى وحياتك كلها هتتحول لجحيم. وبيجري مانو واصحابه وبتمشي ديفي وبتقف قدام راج وبيكون مذهول. وبيوصل مدهاف على المطار وبتتحرك بيه الطياره، وبيقعد راج وبيفكر في كلام ديفي وفي شكلها اللي كان مرعب، وبيزعق
وبيزعق سيفتي مع بابو وبيقول له بص في وشي وانا بكلمك. فبيقول له راج ان بابو اعمى، ولما كان بيتحرك معانا كان بيتحرك عن طريق الصوت، ورحنا للدكاتره كتير ومحدش قدر يعمل له حاجه، ولسوء حظه ما لقيناش حد يتبرع له بعينه. فبيصعد بابو على سيفتي وبياخده في حضنه، وبيفضل راج فتره ما بيروحش الجامعه، وننديني بتكون قلقانه جدا عليه. وبيروح سيفتي على الحانه وبيشرب وبيسهر مع كيشور. فبيقول له كيشور انا زعيم فاستي، وبيقوم عشان يضربه. فبيتدخلوا الموجودين وبيحوشوهم عن بعض. وبيشوف المفتش سوريا راج وهو معدي من قدامه، فبيمشي وراه وبيوقفه وبيقول له تعالى معايا على الاسم لان كل القضايا بتشير اليك انت. فبيقول له راج معك امر باعتقالي؟ فبيقول له سوريا لا، وانا هوريك بقى قوه الشرطه. وبيسيبه ويمشي. وبيشوف سيفتي بنتين قاعدين وبيفضل يعكسهم، وبيعمل كيشور ان هو مخنث وبيلم من الناس فلوس كتير. وبيشوف سيفتي كيشور وبيفتكره لما كان عامل زعيم وبيجري وراه، فبيستخبى كيشور منه في المحل ده. وبيشوف صاحب المحل كيشور من ظهره وبيفتكر ان هو واحده وبيتحرش بيها. وبيمد راج ايده للمخنث ده بفلوس، فمش بيرضى المخنث ان هو ياخدها منه، وبيبص له بصه غريبه. وبيخسر راج كل العملات في رهان الكراكب، وبيكون متضايق جدا. وبيرن درمه على راج عشان يكلم مدهاف، فمش بيرد راج عليه. وبيكون مدهاف متغاظ جدا. وبيروحوا رجاله غنيش لمدهاف مره تانية وبيطلبوا انهم يشتغلوا معاه. فبيوافق مدهاف وبيقول لهم انا هكلفكم بعمل صغير، ولو عملتوه هتبقوا اثبتوا لي بيه جدارتكم. وبيكون العمل انهم يقتلوا ساتيا وهو في السجن كده. وبيدخل المجرم ده السجن وبيحقن ساتيا بحقنه مسمومه تموته، وبكده بتتقفل قضيه ساتيا. وبيروح راج يفول الموتوسيكل بتاعه وبيفضل يفكر في شكل ديفي واللعنه اللي قالت له عليها، وبيتقلب جيركن البنزين على الارض. ولما بيرمي راج السجاره اللي في ايده الدنيا كلها بتولع جنبه، وبيكون مذهول. وبيحلم راج ان الام ديفي بتقطع رقبته، وبيصحى وهو مخضوض. وبينزل راج على الشارع وبيقف في اشاره المرور وبيسرح في شكل المخنثين دول وفي المعاناه اللي هم عايشينها. وبيتحرك راج من غير ما يبص على اشاره المرور، والعربيه بتفرمل عليه، وفعلا بتتقلب حياه راج لجحيم. وبيبدا يفكر في كل الغلط اللي عاش فيه طول عمره بيعمله علشان يرضي مدهاف، ومن غير ما يفكر اذا كان هو صح ولا غلط. وبيقول راج لاصحابه انا قررت ان انا اتغير علشان اعيش حياتي بشكل صح، وكان لازم احس بحياه المعاناه اللي الخنثى عايشاها قبل ما افكر في قتلها الاول. واول حاجه هعملها انا هتبرع بعين من عيوني لصاحبي بابو. فبيقول له بابو لا انا مش عاوزها. فبيقول له راج ده قرار نهائي، والثلاثه بيحضنوا بعض. وبيروح راج لمدهاف وبيقول له مدهاف ان المره اللي فاتت ما اختاروش رئيس الوزراء بسبب ضغط العمل، انما الجمعه الجايه انا مسافر على دلهي عشان يختاروا الرئيس، وانت عارف بقى هتعمل ايه عشاني. فبيقول له راج انا مش هجيب لك جثه الخنثى اللي انت عاوزها. فبيقول له مدهاف انا اللي كنت غلطان لما حطيتك فوق راسي واعتبرتك ابني، امشي من هنا وما تورينيش وشك تاني. والف غيرك بيتمنى ان هو يخدمني. فبيقول له راج ولا انا ولا غيري، انا مش هسمح لحد يقرب من اي خنثى. فبيغضب جدا مدهاف وبيضرب راج بالقلم. فبيمسك راج مدهاف من رقبته وبيزقه، والنواب بيكونوا واقفين. وبيمشي وبيروح مدهاف وهو متغاظ وبيشوف سيفتي كيشور في الكمين وبيكون واقف بلبس المخنث ده، فبيتضايق منه جدا وبيقول للشرطه ده نصاب وكمان متنكر عشان يلم فلوس زي المخنثين وخلاص. فبيزق كيشور سيفتي وبيقول له انت اللي نصاب. فبيقطع سيفتي هدوم كيشور وبيقع منه تفاحتين، وبيتكشف كيشور قدام الشرطيين فبيخاف وبيطلع يجري. ونانجيني بتقابل راج في الجامعه وبتقول له انا عايزه اكلمك على انفراد. وبيروح معاه وبتعبر له نانجيني عن مشاعرها وبتقول له انا اكتر حاجه بحبها فيك عيونك. فبيعترف لها راج ان هو مش طالب في الجامعه، وانه اول مره شافها فيها كان بيطارد مجرم وكان بيضربه، ولما شافها وقع في حبها وقرر ان هو يدخل الجامعه بحجه ان هو طالب عشانها هي. وبيقول لها على فكره كمان انا اللي كنت قاصد ان انا اخليكي تشوفي الكتاب في ايدي عشان كنت عارف انك بتدوري عليه من فتره وانك هتطلبيه مني، وانا جيت النهارده عشان اقول لك ان انا مش جاي الجامعه تاني. وبينهي كل حاجه معاه وبيسيبها ويمشي. وبترجع نانجيني على البيت وبتفضل تعيط وبتكون حزينه جدا. وبيخطف راج دكتور العيون وعيلته عشان يخليهم يعملوا عمليه النقل. فبيقول الدكتور لراج حتى لو هتقتلني انا وعيلتي كلهم بس استحاله ان انا اخد عين من واحد حي. فبيفك راج الدكتور وبيرمي السكينه وبيوطي على رجله وبيقول له انا اتغيرت ووعدت صاحبي ان انا اتبرع له بعين من عيوني ومش هقدر ان انا اخلف وعدي ده. فبيوافق الدكتور وبيروح راج لبابه وبيقول له جهز نفسك عشان الدكتور بيعمل تحضيرات العمليه. فبيحضنه بابه وبيفتكر راج نانجيني واللحظات اللي شافها معاه وكلامها ليه وبيكون حزين جدا. وبتشوف نانجيني راج بالصدفه في مستشفى العيون وبتروح تقعد جنب بابه وبتعرف منه الحقيقه. وبيكون مدهاف غضبان جدا من راج لانه تعدى عليه. فبيقول مانو المدهاف لو عاوز تخلص من راج مفيش غير سياد، هو الوحيد اللي هيدي لك عليه. فبيقول له مدهاف سياد ده اللي قتل المحامي في المحكمه. فبيقول له مانو تخمينك صح. وبيخرج سياد من السجن وبيروح راج يشرب في الحانه وبيغني وبيرقص عشان ينسى الامه. وبعد ما بيخلص بيلاقي نانجيني قدامه وبابه بيكون معاها وبتقول له نانجيني على فكره بقى انا بحب قلبك الطيب ده اكتر من عيونك بكتير جدا. وبتجري تحضنه. وبيقول دارما لاصحابه ان مدهاف وصل للي هو فيه ده بفضل راج، لكن معرفش ايه اللي حصل بينهم خلاهم هما الاتنين يتخانقوا مع بعض كده. والمفتش اللي ماسك جديد عامل نفسه قوي
قوي وانا لو شفته هقتله. وبيكون المفتش قاعد ورا ضرمه وبيقبضوا عليه علشان يعرف المعلومات اللي عنده. وبتكون نانجيني حزينه جدا ان راج هيتبرع بعين من عيونه. وبيحضنها راج وبيقول لها بكره عمليتي، ما تروحيش هناك وخدي بالك من نفسك. فبتقول له بكره عيد ميلادك ولازم اكون موجوده. فبياخدها راج في حضنه بحب وبيقول راج لسيفتي خد الموتوسيكل بتاعي بيعه وهات لي الفلوس. وبيروح سيفتي يبيع الموتوسيكل وبيشوف الولد الصغير ده وبيتصل على مانو وبيقول له. فبيتصل مانو على ضرمه وهو في العربيه بتاعت الشرطه وبيقول له راج بيجمع فلوس ورايح ناحيه المصنع، هات انت بقى مدهاف وتعالى على هناك. وبيقفل معاه. فبيقول المفتش سوريا لضرمه بعد ما سمع المكالمه اتصل على مدهاف خليه يروح على المصنع. فبيتصل ضرمه على مدهاف وبيقول له روح على المصنع عشان راج هيكون هناك. فبيفرح جدا مدهاف وبيبدا راج وبابو العمليه بتاعته. وبتروح نانجيني تشتري تورته لعيد ميلاد راج وبتكون مبسوطه وسعيده جدا. وبيروح سيفتي بالفلوس لراج. فبيلاقي سياده هو ورجالته مستنيينه عشان يموتوه. ولما بيدخلوا الراج مش بيلاقوه وبيلاقوا بابو هو اللي قاعد ومغطي عينه عشان العمليه. فبياخدوه معاهم وبيسمعهم راج لكن ما بيطلعش. وبيرمي سياد سيجاره في الباسكت بتاع الزباله تولع وبيضرب سياد بابو وبيرميه قدام مدهاف. وبيكون سيفتي مرمي على الارض وبيكون ميت. وبيفضل بابو يعيط عشانه. وبيقول مدهاف لسياد افقع لبابو عينه وراج هيظهر. فبيخلع سياد عين بابو وبيرميها. فبيخرج لهم راج وبيمسك سياد حديده وبيخلص على بابو هو كمان. فبيصرخ راج وبيغضب جدا. فبيقول مدهاف لرجالته قطعوا رجل راج. فبيهجموا الرجاله على راج فبيضربهم راج كلهم بالرجل يطيرهم. وبيكون الشرطي سوريا في طريقه للمصنع وبيضرب راج ده بالبوكس وبيطيره من مكانه وده كمان. وبيضرب ده في بطنه وبيلف ده على دول يوقعهم. وبيرزع ده في بطنه وبيضرب ده رجل يرفعه في الهواء. وبيمسك الخنجر من ده وبيرميه على ده وبيرميه على ده وبيضرب ده في رجله يوقعه على الارض. وبيكسر لده رقبته وبيلفه في الهواء. وبيدي لده بالبوكس وبيكسر لدول دراعته وبيرشق السكينه دي في رقبه ده. فبيجري سياد على راج وبيضربه بالحديده دي وراج بيمسك منه الحديده وبيفضل يضربه بالبوكس في وشه وبيخبطه في العمود ده. لا وبيذبحه قدام مدهاف. وبيمسك مدهاف الساطور وبيقول لراج تعالى لي بقى انت فاكر ان انا بقيت عجوز. وبيطعنه ببطن. فبيوقع راج الساطور منه وبيديله بالبوكس يطير له اسنانه وبيضربه بالرجل. وبيمسك الجنزير ده وبيلف على رقبه مدهاف وبيخنقه يموته. وبيبص راج على اصحابه وبيفضل يعيط. وبتيجي الام ديفي المخنثه من ورا راج وبتطعنه بالسكينه في ظهره. فبيلف راج وبيمسكها من رقبتها وبيخنقها لكن ما بيرضاش ان هو يموتها لانه بيكون سايب عليه حال المخنثات. وبيقع راج على الارض وبتقوم ديفي وبتمشي. وبيقول راج لنفسه انا لما كنت صغير خسرت بابا وماما ولما كبرت خسرت الانسانيه كلها وبسبب اخطائي خسرت اصحاب عمري. وبتوصل نانجيني وبتشوف راج وبتفضل تعيط. وبيقول راج حتى وانا بموت بخسر حبي الوحيد. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيد. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك. ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.